السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناتنا في شرح جديد. قبل أن نبدأ هذا الشرح ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة بإذن الله. في هذا الشرح سوف نتكلم عن كيفية تحويل الهاتف إلى جهاز كنترول تحكم، نقوم بالتحكم بالتلفاز من خلال الهاتف. فتابعوا معنا متتبعين هذا الشرح. لتحويل الهاتف إلى جهاز كنترول أو تحكم تقومون بتحميل التطبيق الظاهر أمامكم في الصورة من متجر جوجل بلاي. ثم بعدها الخطوة الثانية تقومون بربط جهاز الاستقبال بنفس الواي فاي، تقومون بربط جهاز الاستقبال بالواي فاي، والهاتف أيضا مثل ما تشاهدون بنفس الواي فاي الذي مربوط بالهاتف الذي عليه التطبيق الذي قلت لكم حملوه، وجهاز الاستقبال أيضا يكون متصل بنفس الشبكة. بعد ربط الجهاز والهاتف بنفس شبكة الواي فاي نقوم بالدخول إلى التطبيق الظاهر أمامكم. ننتظر، وهكذا يظهر معنا جهاز الاستقبال الخاص بنا. إذ لم يظهر معك جهاز الاستقبال الخاص بك تقوم بالضغط على هنا Change de Login. تقومون هنا بكتابة رقم. من أين تأتون بهذا الرقم؟ سوف أريكم من أين تأتون بهذا الرقم الذي قلت لكم تأتون به. من هنا تذهبون إلى ضبط الواي فاي وسوف تجدون هذا الرقم الظاهر أمامكم 162 168.1.196. إذ لم يظهر معك الجهاز الاستقبال الخاص بك على التطبيق تقومون بكتابة هذا الرقم للدخول إليه. نحن سوف نقوم بكتابة هذا الرقم في التطبيق. الآن سوف نقوم بكتابة نفس الرقم. هناك من يظهر معه الجهاز، يقوم بالاتصال مع الجهاز، ومن لم يظهر معه يقوم بكتابة الرقم الذي أريتكم إياه في الفيديو. نقوم بكتابة الرقم، نأتي بهذا الرقم كما قلنا من جهاز الاستقبال. بعد كتابته نضغط على هذه وننتظر حتى يقوم بالاتصال. مثل ما تشاهدون قد اتصل. هنا كيف نقوم بتحويل الهاتف إلى جهاز كنترول أو ريموت. مثل ما تشاهدون هذه الخانة هنا نضغط عليها هكذا مثل ما تشون ونقوم بالتحريك هكذا يظهر معنا جهاز تحكم. سوف أريكم كيفية التحكم فيه في جهاز الاستقبال. ومثل ما تشاهدون متتبعينها قد أصبح الهاتف الخاص بنا جهاز تحكم. مثل ما تشاهدون الآن سوف نضغط هنا على Exit ونرى هل سوف نضغط على Exit، ومثل ما تشاهدون قد خرج. نضغط أيضا على Exit مرة أخرى، وهكذا مثل ما تشاهدون قد خرج. نضغط على Exit مرة أخرى، مثل ما تشاهدون. سوف أريكم أمامكم، سوف أضغط على مثل ما تشاهدون. سوف أغير القناة مثل ما تشاهدون. هو يشتغل التطبيق. نقوم مثل ما تشاهدون التطبيق يشتغل. التطبيق صراحة روعة. لمن ليس لديه جهاز تحكم يقوم باستعمال هذا التطبيق. هذا التطبيق رائع وأنا أنصحكم به لتحويل الهاتف إلى جهاز تحكم. وفي الأخير لمن لديه أي استفسار يتواصل معي عبر حسابي على الانستغرام الذي سوف تجدون رابطه في الوصف. ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.